isolée diplomatiquement. Elle a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, elle les brouillait avec l'Espagne. Faut pas oublier que سفير باريس السابق وش قال للجزائر؟ الجزائر تنهار. يا لطيف الملت في راسه إن شاء الله. الجزائر تنهار، هل ستجر فرنسا معها؟ بالنسبة ليه وبالنسبة وش دارت هذه السلطة؟ انعزلت سياسيا مع جيرانها، قال لك خلقت وحدها كل المشكلة مع الجيران، قفلت من عملت من دارت من، قال لك ديجا انعزلت، يعني يقصد السلطة وش دارت، وداخليا حتى الشعب تاعها مخنوق، عزلت روحها هي مع شعبها عن شعبها عفوا. هذا في الحبس، هذا مسكين مش راضي على لي كونكور، هذا بطال، هذا سحتوه من الخدمة، هذا حراق، هذا مسكين في الجنوب. قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم الاصدقاء ديالي، خوتي العساس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معاكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا MR نيوز. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد الكلام اللي خرج به السفير ديال فرنسا السابق في الجزائر قرب الجزائر كامله، خصوصا من ان قالنا الجزائر غدا في الانهيار، واكد بان الجزائر دوله ضعيفه والمشاكل الاقتصاديه اللي كتعانيها والندره الحاده في المواد الاقتصاديه اللي كيعانيها الشعب، وخلقت مشاكل مع الجيران، كيقصد المغرب. الاصدقاء ديالي، غير هاد الكلمات اللي خسرهم هذا السفير ديال فرنسا السابق، هنا كيأكد لك بان الجزائر طالعه مغشوشه والديباناج، يعني جوج كلمات كيقدروا يتلفوا دوله بالكامل. هذا هو النظام ديال الكابرانات، ودائما هما صراحه 7-0 في الهضره، نمبر 1 صراحه في الكلام الخاوي باننا حنا عندنا درنا كذا. خصوصا غير البارح كتسمع بان مقدم برنامج قناه الجزائريه بان فوزي القجع اللي معقدهم يعني غير تلميذ ديال وراوراوا اخبارهم مابقيناش كنسمعوها ملي جات تلميذ وسكت الاستاذ، خلاص بلا ما نزيدو نهضروا. مره كيقول لك بان وليد الركراكي تلميذ ديال جمال بالماضي، اللي ما عمري صراحه نسمع بان دوله الجزائر اكدت وقالت بان المغرب احسن منا في هذا. ما كاينش، هما دائما واعرين، ولكن واعرين بالفم. اصدقاء ديالي، نشوفوا هاد القناه الجزائريه اللي ضحكوا ديال بصح، قالوا بانكم صافي دابا ياك ما ثاني هذا السفير هذا ثاني تقولوا بانه تابع للمغرب، تابع للمخزن المغربي، عنده ايادي مع المغرب، وراتكم ما طلعتوا لنا في الراس ديالنا بهذه الهضره الخاويه. اصدقاء ديالي، فيديو رائع جدا يستحق المشاهده، غادي نخليكم تشوفوا وحكموا، اعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى الا عجبكم الفيديو تنساوش تشجعونا بلايك، لان اللايك ديالكم فريمون تيحفزني، تيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقاء ديالي، باش ما نطولش عليكم دوزوا نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه. عبد الناصر، اهلا سي عبد الناصر، مرحبا بك. اهلا خويا لطفي، حياك الله. الله يحفظك من بليد اخونا عبد الناصر، تفضل اخويا العزيز. نعم خويا، نعم خويا. يا خويا واش نقول لك، على واش راك تورينا ورانا نشوفوا يا ودي، القلب تاعنا ما صبناش حنا كيف نديروا كاع. الكذب في الكذب، الكذب في الكذب، هذه الجزائر الجديده والوعود الكاذبه. هاد الناس والله ما فهمناهم، ما يستحيوا ني من الشعب ني من الله، ما فهمناش واش يديروا يا خويا لطفي. وخاصه الاخت هذيك على المسابقات هذه، يا ترى هادو الناس مازالوا يامنوا بالغلا. هذا كما يقولوا قوه الشرطه ولا قوه الامن هذه، نساو كي كانوا يضربوا في الاطباء، نساو هذيك في وهران كيما ضربوا القضاة وتاع المحاماه في وهران هذيك، نساو هادو بكري ينساو عندهم الذاكره تاعهم مقصيره، مازالوا يامنوا ويقول لك الجزائر جديده وخلي السيد هذا يخدم. يا ودي هادو عصب هادو اكثر الناس هادوك دي بلوغر هادوك، شد كيف يخونوا فيهم وباللي ويتهموهم باللي يتامروا مع يا ودي الناس في الفيسبوك يهضروا، مصدر الرزق تاعهم هذيك راهم يتكلموا وعندهم غير على بلادهم، وسي نورمال يا صاحبي نقعدوا ساكنين. حنا نشوفوا في المنكر هكا نقعدوا ساكنين خويا لطفي، هادو ما كاينين ولا واش يكونوا. وكما قلت ما عنده ارقام هذا الوزير، ما عنده كيفيه كيف يدخل السلعه كيف، والله العظيم لا عينا ماشي كاش حاجه ولا والله لا عينا. وحنا كيما نقول لك حنايا ماشي نحسب رانا الطبقه كادحه، رانا لاباس ولاباس بصح والله غير عياونا. الحمد لله. ما تشوف غير السلبيات، ما كاش هذو اللي يديروا لي زاكزا ما يتمسخروا بهم. الناس يديروا كذا منا ويجيبوا لهم ناس يدخلوا بالمعرفه. خلينا والله غير وزاره غير دايرين سرقه علميه، الناس في المستويات في الدوله في هرم الدوله والله ما عندهم لي ديبلوم صحاح، كاع سارقينهم وشارينهم بالرشوه. هكا خويا لطفي والله العظيم وان شاء الله ربي يحفظك.
ونشكروا خويا ونشكروا كاع الطاقم المغربيه والحريه ان شاء الله، وربي معنا ان شاء الله. السلام عليكم خويا، الله يسعدك. وعليكم السلام، الله يحفظك وربي ينشرك يسترك ان شاء الله. نقول لك ينشرك. نزيدوا ربما مازالوا لنا 5 دقائق خويا المخرج، ندخلوا في موضوع اخر. نحاولوا ندخلوا في موضوع اخر يا الخاوه، بالك 5 دقائق هذم ربما نقدر نوفيه. كما عم بالكم عندها مده الجزائر في نشره الاخبار، جابوا لنا هذا الخبر. تفضل خويا المخرج. بداية أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاء إعلاميا خاص به صحيفة لو فيغارو الفرنسية، تطرق فيه إلى العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية. السيد الرئيس أكد أن عودة معدل منح التأشيرة الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء، وأن اتفاقيات إيفيون تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن بين الدول المغاربية. فوالا هذا هو الخبر. تبون تكلم مع جريدة فرنسية اسمها لو فيغارو، وبيان سور يهضروها في النشرة لأنه تبون كيدير لقاء مع الفيغارو. سمك شغل يزكاها جريدة محترمة، جريدة يعني عندها مصداقية، يتكلم معها تبون ويهضروا على الكلام وش قال في لو فيغارو في نشرة الثامنة. طبعا هذه راهي ما تصراش في دول اخرى، ولكن احنا عندنا ديك العقده تاع او هضر مع جريده صحيحه فرنسيه وتكلم على الجزائر وصافي بليزير ومد صوره محترمه على الجزائر، ماشي مشكل. المهم نقلوا الخبر اللي كتبته الفيغارو على الجزائر، عادي جدا. اليوم لو فيغارو زاد كتبت خبر اخر على الجزائر اللي خرج لنا في هذا الارتيكل يا خويا المخرج. كتبوا واحد اللي كان امباسادور قبل في الجزائر، هذا سي اكزافيي، ما نعرف شي هي اكزافيي، فوالا يكتبها في لو فيغارو. خرجت في الصفحه الاولى، هاي كان جبت لكم الصفحه الاولى وهي من الفوق خلا هاي تريبيون اكزافيي، فوالا الجيري. دوك نجيوها بالعربيه خير اخوتي. فوالا هذا هو سي اكزافيي اللي كان امباسادور لهنا. بعديك نقلوه بعض القنوات العربيه خويا المخرج في الصفحات باش نقراو، عن بالي الاخوه شافوا الحصص، ولكن هاي مثلا جريده القدس العربي كتبت فوالا سفير باريس السابق وش قال للجزائر؟ الجزائر تنهار. يا لطيف الملت في راسه ان شاء الله. الجزائر تنهار، هل ستجر فرنسا معها؟ بالنسبه ليه وبالنسبه يعني كهو محلل وكامباسادور يعني كذا، شاف باللي النظام هذا راح يغرق الجزائر، عاد يستورد الحمولات بالبيض وكذا والحليب وما اكسترا، هذوما اللي حكينا عليهم المشاكل هذه كل، قال لك باللي هي راح تنهار. طبعا هو مش حبا في الجزائر، عم بالنا باللي ولكن هم خايفين لا تنهار معها فرنسا. علاه؟ لانه حسب ما يقول هو رانا ارتباط، رانا عايشين منكم، رانا نحلبوا غاز وكذا وكذا. هذا شيء عجيب. خلا انا سمعت خطره في اوروبا، اسمع كيف هذا الامباسادور لونسيان امباسادور تكلم يا خاوتي على الجزائر. تفضل خويا المخرج. L'Algérie est quand même isolée diplomatiquement. Elle a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Elle est brouillée avec l'Espagne. Faut pas oublier que l'Algérie, c'est un régime militaro-politique. Elle est un peu à part dans le concert des nations méditerranéennes, en fait. Elle est à part dans le concert des nations méditerranéennes. Il faut pas oublier qu'il y a une très forte répression depuis 2 ans, depuis la fin du Irak, et que les journalistes algériens sont quand même très empêchés d'exercer leurs fonctions librement. Et donc, c'est pas forcément le bon moment. Et donc, voilà, je pense qu'encore une fois que c'est important de parler avec l'Algérie, mais il faut créer les conditions de ce dialogue. فوالا يا اخي، لما يوصفوا وش دارت هذه السلطه، انعزلت سياسيا مع جيرانها، خلقت وحدها كل مشكله مع الجيران، قفلت من، عملت من، دارت من، قال لك ديجا انعزلت، يعني يقصد السلطه وش دارت. وداخليا حتى الشعب تاعها مخنوق، عزلت روحها هي مع شعبها عن شعبها عفوا. هذا في الحبس، هذا مسكين مش راضي على لي كونكور، هذا بطال، هذا سحتوه من الخدمه، هذا حراق، هذا مسكين في الجنوب. قال لك تسمى قاعد اختناق حاصله. هذا وش يقول هو يا اخوتي. انا السؤال هذا يعني حاب نطرحه، مديريه الامن هل راح تديروا عليه روبورتاج هذا اللي يسب الجزائر ولا اللي يمد رايه في الجزائر؟ هل راح ترفع دعوه قضائيه؟ هل في القنوات تاعنا راح يقولوا وش قال لو فيغارو؟ بما انهم كانوا ينقلوا وش قال لو فيغارو على الجزائر وزكاوه. شفتوا كي تجيك صفعه تجينا في التيلي قال لو فيغارو تبون جاوه وهضروا معاه تاع لو فيغارو والسيو مش طايح ولا، وقال علينا لو فيغارو
بعد أسبوع قال لهم لفيغارو الجزائر ستنهار. ياه، اللي كنت تزكيه يعني اللي كنت تزكيه. يعني هما الصحافة يا خالتي ما يعرفوش الشيطة، هما يتكلم فيك وما يسحق. يعني هل راح تنا تقول هذه تنا ايادي خارجيه، وهل راح تسبهم، وهل راح تدير عليهم روبورتاج وتقول هذم هدفهم زعزعه استقرار الوطن؟ سؤال مهم. انا الشيء انا اللي حيرني بما يخص هذا الامباسادور، قريت اليوم يا خاوتي عمار غول، اني نشوف دقيقه برك. عمار غول اليوم في المحكمه واش قال لهم يا خالتي؟ والله غير حرت. الوزير السابق عمار غول واش قال لهم؟ قال لهم الوزير الاسبق متواجد في السجن عمار غول، الجزائر لدى القطب الاقتصادي والمالي اكد انه تعرض للتهديد من طرف السفير الامريكي في الجزائر انذاك حول مشروع القرن كذا والهي، واوضح للقاضي سيدي الرئيس سفراء فرنسا وامريكا كانوا يزورونني باستمرار، وانا اعلمت بذلك الوزير الاول انذاك احمد ويحيى، كما انني اتذكر جيدا كنا في يوم الجمعه وكذا، والرئيس الجمهوريه قلت له بالحرف الواحد انا حائر سيد الرئيس، فاللجنه الوطنيه للصفقات منحت صفقه للشركه الصينيه وهي مستقله، ومع هذا السفير الامريكي والفرنسي يترددان على مقر الوزاره يوميا، واخبرته ان السفير الامريكي كان يريد بقوه الحصول على صفقه لصالح بلادي وهددني في مكتبي، وبسبب هذا الضغط اتصلت برئيس الجمهوريه كذا كذا يوم الجمعه. واش قال له الرئيس على الاخر خلاه؟ قال له يا سي عمار اصبر معاهم بركه وطفي الضوء. صدق او لا تصدق يا خوتي. كان هذا السفير يقول عمار غول يجي يهدوني. شوف شحال بلادنا مسكينه، يعني يجي سفير من الامريكان ويجي سفير ويهدك، يهدد في وزير تاعك ويهدد في بلادك في البيرو تاعك، وهو يقول له واش ندير، ويقول له بوتفليقه اصبر برك حنا خويا حشيشه طلبه معيش. شفتوا يا خالتي كي كان القايد صالح، وكي كان تبون تانا وراء يحيى لانه خلفهم بعد قبل ويحيى كان تبون الى اخره. هذا باش تشوفوا، لانه ما يكفيناش الوقت. خاوه يقولوا لي هذاك هو. الاصدقاء ديالي خوتي العساس، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تباركوا على داك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا ويوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كون ما اشتركتوا في القناه فعلتوا الزر ديال الجرس كل ما توصلتوا بالجديد ديالنا. تهلاو لي في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم كيف العاده. كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا MR نيوز. السلام عليكم.